هذه الروح، روح الأخوة والمودة والمحبة الخالصة، أرى أن المسلمين يفتقدونها، بل خواص الناس المنتسبين إلى السنة والحديث والمنهج السلفي أرى الضعف واضحا فيهم، وأرى أنهم لا يهتمون بهذا الأمر بقدر ما يستحق من الاهتمام. أمر المحبة في الله والأخوة في الله والبر والتواصي والتواصل على هذا الأساس أمر عظيم لا تقوم المسلمين قائمة إلا به، فكيف يفقده الآن أفضل الطوائف وأحسنها وأقربها إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يضعف فيهم هذا العنصر العظيم المهم الذي يجب أن يكون على غاية من التوفر والكمال؟ بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال في غير حديث صلوات الله وسلامه عليه وفي غير مناسبة: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني لا يكتمل هذا الإيمان إلا بوجود هذه المحبة، وجود التحاب في الله عز وجل ولله عز وجل من أجل الله تبارك وتعالى. فهذا أمر يا أخوتاه أراه مفقود. الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح محبتهم فيما بينهم موجودة، ولكن إنما محبتهم تتبع الأهواء، تتبع أهواءهم في الغالب، لأن المحبة تقوم على تأييد البدع ونشرها والتعاون على نشرها، ليست محبة في الله. ولو أوهم الشيطان كثيرا من هذه الجماعات بأن حبها لله فإن الأمر ليس كذلك. فيجب أيها الإخوة أن نتحاب في الله، وهذا أمر واجب كما يفيده هذا الحديث، لأن نفي الإيمان عنا يقتضي أن هذا الأمر من أوجب الواجبات التي يجب أن نقوم بها فيما بيننا معشر المؤمنين. لا تؤمنوا والذي نفس بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم. شوف، يقول لك ما تدخل الجنة إلا أن تكون مؤمن، ولن تكون مؤمنا حتى تحب في الله تبارك وتعالى. هذه المحبة التي يوجبها رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هي لله وفي ذات الله تبارك وتعالى، ويدلنا على وسائل الأسباب التي تحقق لنا هذه الغاية النبيلة، منها إفشاء السلام، ويحذرنا من الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء وإلى التنافر، وهذا يغفل عنه كثير من أهل السنة وأهل الحق، فضلا عن غيرهم ممن ابتعد عن المنهج الحق من أهل البدع والأهواء. التراص في الصفوف وإلصاق الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب، هذا من الأسباب القوية جدا للتآلف والتواد والمحبة، والتقصير فيها
وإهمالها من أشد الأسباب المؤدية إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى التشاحن والتفرق. وهذا أمر استهان ويستهين به كثير من المسلمين حتى من كبار طلاب العلم مع الأسف الشديد، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة لكننا لا نفقهها، ولو فقهناها لطبقناها ولكسبنا خيرا كثيرا ووفرنا على الأمة جهودا عظيمة لتحصيل أسباب الاجتماع والتجميع. لعل الذين يهتفون بجمع المسلمين من أشد الناس نفورا عن هذه السنة، ومن أشد الناس تهاونا بها، وقد يسخر كثير منهم بأهلها. وقد سمعنا حتى الخطب والمحاضرات في التهوين من شأنها والسخرية بأهلها، وهذا منشأه الجهل والاستهانة بهذه التوجيهات النبوية، وجهل في نفس الوقت بما يحرص عليه هو. أنت يا أخي تحرص على جمع كلمة المسلمين، ثم يبلغ بك التهاون بل المحاربة لهذه السنة التي تحقق لك شيئا عظيما وتوفر لك جهودا عظيمة وربما أموالا طائلة تنفقها للتأليف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يقول الله هذا ممثلنا على نبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألف الله بين قلوب أصحابه بأسباب تعاطونها، منها الإيمان بهذا الرسول واتباع هذا القرآن والتزام ما فيه من توجيهات، ثم تنفيذ تعليماته عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته. ومنها أنه لما قال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ماذا كان يفعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كانوا بعد ذلك يلصقون الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب أمام ناظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول يشاهدهم تطبيقا لتوجيهه وخوفا من هذه النتائج الوخيمة التي حذرهم منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الروايات بين قلوبكم، يعني تمتلئ القلوب والنفوس بالشحناء فيحصل التهاجر والتقاطع. فالتقصير في هذه السنة بل في هذا الواجب يؤدي إلى مثل هذه المفاسد. فلماذا لا يحرص من يدعون الناس إلى الله وإلى اجتماعهم في صف واحد، لماذا لا يحرصون على تطبيق هذه السنة التي توفر عليهم من الكلام ومن الهدير الكثير ومن الخطب الرنانة ومن الأشياء الكثيرة، توفر لهم الكثير وتحقق لهم هذه الغاية. طبعا إن قامت هذه الدعوة على الحق وعلى منهج الله تبارك وتعالى، فهذه أمور تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة، وهي التحاب في الله تبارك وتعالى الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا ندخل الجنة بعد الإيمان بالله إلا إذا حققنا هذا الشيء العظيم، لأن فقدانه يؤدي إلى التفرق والتشاحن والضياع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا الفشل الذريع الماحق النازل بالمسلمين وجعلهم في مؤخرة الأمم وجعلهم أذل الأمم وجعل المعارك الطاحنة تدور على رؤوسهم في كل مكان، كل ذلك لابتعادهم من هدي الله تبارك وتعالى وتقصيرهم في هذه التعليمات. وكثير من هؤلاء المساكين لا يخطر ببالهم مثل هذه السنن العظيمة التي تحقق لهم الخير الكثير. والحب في الله أمر عظيم يا إخوتاه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حب الله تبارك وتعالى والحب فيه، حب المؤمن فيه، وكراهية الكفر، لأن هذا أمر يبغضه الله وهو ضد محبة الله تبارك وتعالى. هذه من توفرت فيه لا بد أن يذوق حلاوة الإيمان، وإذا لم يذوق حلاوة الإيمان فهو الذي جنى على نفسه. فليتفقد هذه الأمور الثلاثة، إن كان فيها خلل فليجبر هذا الخلل وليكمل هذا النقص، وليجد في ذلك في استكمال محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الله ورسوله أحب شيء إليه. ثم بعد ذلك يحب في الله تبارك وتعالى من يستحق هذا الحب، لا يحبه إلا لله. ثم يجتهد في بغض الكفر وما تفرع عنه من المعاصي حتى يستكمل هذه الأمور الثلاثة تماما، وعند ذلك سيستشعر لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. فإذا لم يجدها فلا يلومن إلا نفسه، فإذا وفقه الله تبارك وتعالى فليشمر عن سعد الجد لاستكمالها حتى يذوق حلاوة الإيمان ويهنأ بمحبة الله تبارك وتعالى. لأنك إذا أحببت الله بصدق وأطعت أوامره فإن الله يحبك، وهذا أمر عظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شديدي الحرص جدا على محبة الله لهم. أسمعتم حديث فتح خيبر لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ماذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ باتوا يدوكون ليلتهم ما ناموا، كل واحد يبغى هو الذي يعطى الراية. ليه؟ ليحرز هذه المنقبة العظيمة وهي محبة الله له. حتى قال عمر رضي الله عنه وهو كان وزير لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أقرب المقربين إليه، حتى إن رسول الله كان يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر وذهبت أنا وبكر وعمر. كان ملازمه. أبو بكر ما حرص على الإمارة طول حياته حتى سمع هذا الكلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر: والله ما تطاول في الإمارة إلا يومئذ. لأجل إيش؟ لأجل الذكر وأن عمر أخذ الراية وفتح خيبر، أو لأجل شيء آخر؟ لأجل أن يكسب محبة الله تبارك وتعالى بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا قال الرسول: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل إن بعينه مرضا رمدا، فدعا به وبصق في عينيه ثم أعطاه الراية وأوصاه بماذا يفعل ومن وصيته له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والشاهد من هذا الحديث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين كمال عقولهم وكمال إدراكهم في هذه الحادثة، وهو أنهم باتوا يدوكون ليلتهم ساهرين يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافسون على هذه الراية لأجل اكتساب محبة الله تبارك وتعالى والطمأنينة إلى أن الله يحب هذا الشخص الذي رفع الراية لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، مطمئنة إلى أن الله تبارك وتعالى يحبه. لكن نحن لو قيل لنا هذا نبيت نغط في النوم، لأن هناك فرقا هائلا بين مداركنا وعقولنا
وحرصنا وجدنا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء الطيب الذي أرجو أن يكون نافعا إن شاء الله، وليس يا إخوتاه المقصود الكلام، وإنما المقصود الذكرى ثم العمل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.